يا مساء الأنوار، معايا ومعاكم النهاردة هنعمل فيديو كده على السريع أو تحلية سهلة وسريعة وبسيطة في نفس الوقت. بس ايه، عايزة اقول لكم روعة وجميلة جدا وجديدة في نفس الوقت. يلا كده نشوف مع بعض تكاتنا وحركاتنا وعملنا التحلية دي ازاي وازاي بالطعم والجمال دي طلعت. يلا بينا نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا سعداء وسعادة الدنيا كلها ما بين ايديكم وحواليكم. يلا كده لايك وشير عشان القناة تكبر وتكتر بيكم بإذن الله. نشوف مع بعض التحلية بتاعتنا دي اتعملت ازاي. يلا بينا. أول خطواتنا هتكون بسيطة جدا والمقادير كلها موجودة عندك في قلب البيت. معايا هنا بقى 3 كوبايات من الحليب أو اللبن، معاهم كمان 3 معالق كبار حرامية كده كبيرة خالص من النشا، ومعايا كمان السكر حسب الرغبة. انا هنا حطيت 6 معالق من السكر، حابة تقللي تزودي براحتك. اخر حاجة بقى ضفناها السكر. هنحط كمان معلقتين كبار من معلقة الطعام لبن بودرة، لو موجود عندك خير وبركة، مش موجود دول اختياري لو حابة ان انتوا تحطيهم يعني. بس كده، ودي بتكون مقاديرنا سهلة وبسيطة ازاي. بصوا بقى، هناخد كل الكلام ده مع بعضه مع التركة الجميلة اللي احنا هنضيفها دلوقتي، وهي دي بقى السر في المهلبية بتاعتنا او الحلا بتاعنا اللي هيخليه في حتة تانية خالص. معانا بقى كيس كوفي ميكس. لو انت عايزة تزودي النكهة بتاعت المهلبية او الحلا اللي احنا هنعمله ممكن تحطي كيسين، هيديكي تست عالي. انا هنا استخدمت كيس واحد، لو انت حابة ان انت تستخدمي كيسين عادي جدا يا ستي على البركة. هنا معايا الكيس الكوفي ميكس هضيفه على بقية المكونات بتاعتنا. والمكونات على السريع كده عايزة اقولها لكم: 3 كوبايات من الحليب، عليهم 3 معالق كبار من النشا، وعليهم معلقتين كبار من اللبن البودرة، وده قلنا اختياري، مع 6 معالق من السكر. والسكر طبعا زي ما انا قلت لكم حسب المذاق، حابة تقللي تزودي براحتك خالص، دي في ملعبك. هناخد بقى كل الكلام ده مع بعضه مع الكيس الكوفي ميكس، او عايزه تحطي كيسين يا ستي ماشي خير وبركه. ناخد بقى كل المقادير بتاعتنا السهله البسيطه دي ونضربهم في الخلاط لحد ما كل المقادير بتاعتنا تتجانس مع بعضها. وده بيكون كل المقادير بتاعتي بعد ما انضربت في الخلاط. نجيب الحله البسيطه الجميله اللي انتوا شايفينها دي وننزل بكل المقادير بتاعتنا في قلب الحله، وعلى طول نحط على النار. اول دقيقتين تكون على نار عاليه، وبعدين نوطيها خالص عشان انتوا عارفين ان المكون الرئيسي لبن، فعشان يعني القاع بتاع الحله ما يلسعش منك او ما يشدش منك. نقلب بقى كده مع بعض وايدينا تفضل فيها باستمرار. بس في تريكة كده هنشوفها مع بعض. هنقلب بس كده كويس لحد ما المكونات بتاعتي كمان اتأكد ان هي تتجانسك كلها مع بعضها، ان انا قصدي المقادير كلها كده تبقى ايه مختلطة مع بعض. بصي بقى يا ست الكل، انا عندي هنا الفانيليا. طبعا انا بقول لك لو انت ضفت الفانيليا كده هتضيعي ريحة الكوفي ميكس خالص، يبقى هنا مش هنستخدم الفانيليا خالص في الوصفة بتاعتنا دي. قلبي بقى لحد ما توصلي للقوام المناسب. بس قبل ما توصلي للقوام لنا تركة كده هنشوفها دلوقتي مع بعض. بصوا، انا هنا المهلبية بتاعتي خلاص هي لسه ما ربطتش. هاخد حوالي كده نص كوباية من الخليط ده قبل ما المهلبية بتاعتي تربط، وهقول لكم ليه. هنركنها بس على جنب، ما تستعجلوش، حطوا بس لايك كده، واللي ما اشتركش في القناة يشترك. هنا انا حسيت ان القوام بتاعها خفيف خالص ومش راضيه ان هي تتقل معايا، فنسبه السوائل كتير. خدت هنا معلقه كبيره من النشا ودوبتها على معلقتين ميه ونزلت بيهم على الخليط زي ما انتوا شايفين كده. اهي ابتدت تربط معايا وبقت زي الفل. انا عايزاها كريميه، مش عايزاها كده اما تبرد تقفش، لا انا عايزاها كده كريميه خالص، وهي اللهم بارك بقت كده جميله جدا. انا مش عايزاها تتقل عن كده، القوام ده مناسب جدا. هنطفي عليها بقى ويلا بينا نشوف الطبقه التانية. بصوا بقى، انا عندي هنا صينيه قلايه، اللي موجود عندك اشتغلي بيه.
ودي بتكون الطبقة التانية. هنزل هنا بمعلقتين كبار من السكر، انا عايزاهم هما يتكرملوا، بس في نفس الوقت مش عايزاه ان هو يغمق معايا. على ما بال ما السكر بتاعي يتكرمل تعالوا بينا هنشوف هنعمل ايه. فاكرين النص كوباية اللي احنا خدناها من المهلبية؟ ضفت عليها معلقة كمان صغيرة من النشا، وهقلبهم وهستنى بقى لحد ما السكر بتاعي يتكرمل. زي ما انتوا شايفين كده اخد معايا اللون الجميل ده. انا بقى ما بصبرش، هقلب على طول عشان ما يدينيش اللون اللي هو البني او ينحرق مني. خلاص السكر بتاعي داب. انزلي بقى بالنص كوباية اللي زي ما انا قلت لكم حطينا عليها معلقة صغيرة من النشا. وما تخافيش خالص ان هو كلكع كده، هو هيفك. سيبيه على نار هادية وملكيش دعوة بيه، هو هيفك لوحده. بعد ما خلاص فك معايا زي ما انتوا شايفين كده، هناخد بقى سنة صغيرة كده من لون احمر وفي معلقة مية وندوبهم، وننزل على الخليط الجميل بتاعنا ده سنة بسيطة خالص لحد ما تدينا اللون اللي احنا عايزينه. يعني من الاخر يا ست الكل تفضلي تنزلي كده حاجات بسيطة لحد ما توصلي للون اللي انت عايزاه. طبعا انا نزلت بكل اللي كان معايا هون وقلبته كويس، لان اللون ده جميل جدا وانا عايزة اللون ده. عايزاه بقى اغمق، سيكة افتح سيكة، ده في ايديك انت. عشان كده قلتلك انزلي حبة حبة لحد ما توصلي للون اللي انت عايزاه. بس اللون ده بالنسبة لي روعة. بصوا هي مش بتطول على النار، هي بتاخد حاجات بسيطة جدا يعني. خلاص عند ما هي ابتدت تطلع لي الفقاقيع دي، خلاص كده هي استوت وبقت تمام التمام معايا. النشا استوى وكل حاجة استوت. نفصل بقى عليها النار ونسيبها تبرد تمام. تعالوا بقى بعد ما الطبقتين بتوعنا بردوا تماما، تعالوا ما نقدم المهلبية بتاعتنا. انا هنا نزلت بالطبقة الاولانية وبردت تماما خالص، وزي ما انتوا شايفين اللهم بارك كريمية خالص وجميلة. وعايزة اقول لكم الطعم بقى خرافة. هنا انا مليت الطبقة التانية. حابة ان انتي تنزلي بالطبقة التانية عليها على الطبقة الاولانية، حابة ان انتي تزوقيها زي ما انا هعملها كده. اللي تحبيه واللي ترتاحي فيه اعمليه. انا هنا يعني قصيت حتة صغيرة من الكيس، وحبيت ان انا اعمل الشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا عايزه اقولك من الاخر ان الكرة في ملعبك يا ست الكل. طلعي بقى الحس الفني اللي عندك كده و... واعملي اللي انت عايزاه كله. طلعي يعني شوية الحاجات اللي انت مخبياهم في باب التلاجة، وابتدي ان انت زوقي كده زي ما انت شايفة، حبة شوكولاتة على حبة زبيب وكده. نكون مكلفناش نفسنا واللي بالبيت كله اشتغلنا بيه. يعني من الاخر انا عملت الشكل ده، خليكي انت احسن مني بقى واعملي الاحسن والافضل. اهم حاجة ان انا وصلت لكم الاساس، يعني وصلت لكم الفكرة. ابدعوا بقى واعملوا اللي انتوا عايزينه. بس عايزة اقول لكم من الاخر طعمها جميل جدا، وهتندمي والله لو ما عملتهاش وجربتيها، طعمها خرافة. يلا بقى الفيديو بتاعي خلاص انتهى. هتشوفوا الجديد كله مع ايمي والعائلة. لايك وشير يا احلى متابعين واحلى مشاهدين لقناة ايمي والعائلة. سلام.